السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. كل متتبعين قناة عفاف الفاسية كنشدد بكم الترحاب دائما على القناة. كيف ما كتشوفوا اليوم حضرت معكم واحد الكيك يومي بسيط ورائع بمكونات مغايرة. كيك ديال الحامض اللي كيجي هكذا شيش من فوق طالع. ندوزو المقادير وطريقة التحضير. كيف ما كتشوفوا عندي هنا كأس من سكر سنيدة، كأس إلا ربع من الزيت، وعندي هنا كأس من اللبن، ماشي الحليب، اللبن. عندي 3 الحبات ديال البيض، وعندي حامضة هكذا تكون من الأفضل باللون الأخضر، حيث ملي كنبشرها كتعطي ديك اللون الرائع. عندي 2 ديال الخميرة حلويات من فئة 8 غرام ولا 7 غرام، وعندي ساشي د الفاني، والدقيق عندي 2 ديال الكؤوس والنصف. القياسات دائما بكأس العنبة. كندوز للإناء اللي غنخدم فيه وكنوضع قبيصة ديال الملح، ضروري من الملح لأن الملح كيساعد البيض باش كيبيض في التراب وكيطلع، وكذلك كيحيد السفورية ديالو. كنوضع ديك 3 الحبات ديال البيض ديالي وغنضيف عليهم السكر سنيدة والسكر فاني، وغندوز غنطربهم بالطراب الكهربائي. اللبن كيعطي واحد الهشاشة، واحد النفخ للكيك كيجي رائع رائع. جربوا البنات الكيك باللبن ماشي بالحليب وغادي تشوفوا الاختلاف ديالو. غنستمر هكا كنطرب حتى يطلع لي ديك البيض ويفتح اللون ديالو. غندوز غادي نضيف الزيت بالتدريج وانا مستمرة في الخفق. هذه النتيجة اللي حصلت عليها. غندوز غنحيد الطراب الكهربائي وغنكمل غير بالطراب اليدوي. غنضيف ديك اللبن. كيك يومي بسيط عادي، مكونات متواجدة في كل بيت، ولكن بطريقة مختلفة اللي غتخليه كيعطي واحد النسمة ديال الحامض خطيرة خطيرة البنات، وكيجي المذاق ديالو رائع. غندوز غنخلي هاد الخليط على جنب، وغندوز غادي نبشر ديك الليمونه. علاش قلت لكم الافضل تكون هكذا في الخضر؟ لان كنبشرها شويه كنوضعوا مع الخليط باش كينسم، والباقي كنزين به. يعني ملي كيكون ديك التزيين باللون الاخضر كيجي رائع. بشرت الليمونه ومن بعد عصرتها. هذه الكميه اللي عطاتني. غندوز غادي نوضع واحد القليل هكذا في الخليط ديالنا، وما تبقى غنخليه للتزيين. غندوز غنضيف الدقيق. عندي 2 ديال الكؤوس ونصف معبورين بهاد المكونات اللي عندنا. غندوز غادي نضيف الدقيق بالتدريج. الدقيق عندي مغربل ومعاود. ما تخافوش من الخليط الا قصح لكم، ضروري ما يقصح، لاننا كنخفوه من بعد بديك عصير ديال الحامض. غنضيف 16 غرام من الخميره ديال الحلويات. غنكمل الكميه اللي عندي ديال الدقيق. كيف ما قلت لكم ما تخافوش منه الا ثقال. انا تعمدت نخلي العصير ديال الحامض هو اخر حاجه هكا باش كيعطي واحد النسمه رائعه وواحد الرائحه للكيك ملي كيطيب، رائحه خياليه. هانتوما كتشوفوا
الخليط عقد وانا ما غنضيفش هاد الكميه كلها، غنضيف بالتدريج حتى نحس بالخليط ديالي بدا كيخفف ورجع للقوام ديال الكيك اللي مولفين كنستعملوه. مازال غنضيف واحد القطرات. هانتوما كتشوفوا الخليط من بعد ما كيبقى يشكل لي الارقام والحروف اللي بغيت، يعني راه القوام ديالو صافي هو هذاك. غادي ندوز نخلي على جنب، وغادي ناخذ اللاطه ديالي اللي غتدخل الفران، غندهنها مزيان بالزبده. يمكن لكم تاخذوا اي مول باي شكل عجبكم، من الاحسن يكون هذاك المول اللي كتكون فيه فتحه في الوسط. وغادي ندهنو مزيان من الاطراف من الجوانب. من بعد ما دهنتو هكذا مزيان غادي ندوز غادي نضيف غنرشو بالكوك بجوز الهند. كيف ما كلكم كتعرفوا ان جوز الهند كيتواتى بزاف مع الحامض، كيعطي واحد المذاق واحد التجانس في الاذواق، كيجي رائع. غنلبس القالب ديالي كله بهذاك جوز الهند. راه ملي كتخرج الكيكه من الفران صدقوني كتجي رائعه رائعه. كيك يومي سهل وبسيط تفرحي به وليداتك، كذلك يمكن لك تستعمليه للضيوف ديالك. يعني تبعوا فقط الطريقه والمقادير غينجح معكم الكيك من اول مره، وخاصه للمبتدئات. كتشوفوا لبست القالب ديالي بالكوك والزبده، وغندوز غنوضع الخليط ديالي. دائما كنرفع يدي للاعلى وكنصب الخليط في المول. انا الفران ما شعلهش، يعني حتى نسالي عاد غادي نشعل الفران على الكيك، دائما كنشعل عليه هو بارد. عفوا كنوضع الكيك في الفران هو بارد. ومن بعد ملي كيطيب كنطفي عليه وكنخليه واحد المده ديال 2 حتى 3 دقائق في الفران، ما كنخرجوش تمنيت هكذاك باش ما كينزلش الكيك ديالي نهائيا. وراه ما غاديش ينزل الا تبعتي المقادير ديال الدقيق خصو يكون مضبوط في الكيك. يعني الا فوتي كيجي كيك قاصح ومدقص، والا قللتي كيتفش الكيك ما كيطلعش هو هذاك. صافي غنوضعو في الفرن وغادي نشعل عليه، وغادي ندوز نحضر واحد الصلصه سهله وبسيطه نزين بها هكذا من الفوق. عندي هنا 2 معالق ديال السكر ثقيل اللي غادي نضيف عليهم الحامض، ديك العصير اللي تبقى لي بديك الحامض. شوف تبارك الله ديك الحامضه شنو درنا بها كامل. اللهم زد وبارك من خيرات ديال الله. حامضه وحده غادي نديرو بها بزاف ديال المراحل. غندوز ناخذ غير الطراب اليدوي وغادي نبقى هكذا كنخلط. انا جرى لي هنا الخليط، مازال غنزيدو شويه ديال عفوا السكر الثقيل. بغيتو يجيني واحد الخليط اللي عاقد هكذا باش منين نوضعو فوق الكيك يشد لي. هذه مرحله اختياريه، يعني ماشي شي حاجه ضروريه، فقط كنزينو به الكيك كيعطي حتى هو اللمسه ديالو. مازال غنزيد واحد شويه. هانتوما كتشوفوا حصلت على واحد الصلصه او واحد الكريمه للتزيين سهله وبسيطه.
الكيك ديالنا هو وجد، زيناه بخطوط من ديك الصلصة، وزيناه كذلك بمبشور الحامض الأخضر. جا المذاق ديالو رائع. كنتمنى